السلام عليكم، كي دايرين؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار، مرحبا بكم منين ما كنتو كتشوفوني. مرحبا بالرائعات جدادات اللي انضموا واللي غينضموا لينا ان شاء الله لهذه القناه. انتم على قناه ملتقى الرائعات، قناه كتقدم كل ما هو جميل. اشتركوا اللي باقي ما اشتركتش في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال هذه القناه. ان شاء الله دائما غتلقاو فيديوهات جميله كتنتظركم. الامس كانوا عندنا الضيوف وتبارك الله مشاو حتى واحد الوقت متاخر من الليل، وضروري من بعد كل ضيفه وكل هضره زوينه وكل تجمع. هذا هو الشكل ديال الصالون اللي غادي يصبح به في الصباح. اول حاجه بديت بها هي هذا الصالون. هذا لنا بزاف منكم غادي يكون عنده. بالنسبه لي انا، من كيتقاس هكذا بشي طبايع ديال مثلا كلين عليه باغ اكزومبل مريقه هكذا وتقاس بالخرقوم، ولا كانوا عليه هكا شي طبايع، فانا دائما كنمسحو بجافيل. كندير شويه ديال جافيل وكنبقى كنمسحو كامل. صراحه دابا تقريبا شي عام ونص هو عندنا كنمسحو دائما بجافيل، ما طرالو والو، كيما خديناه كيما باقي. من بعد ما كنسالي المسيح بجافيل كنبقى كنغسل هذاك الزيف باش مسحت، وكنعاود نمسح بالماء. كنعاود هذه العمليه بزاف د المرات حتى كنحس بجافيل مشى. ما عرفتش الصراحه واش هاد الطريقه غادي يزيد يبقى بها صابر مده طويله ولا لا. حتى تشاركوا معايا نتوما الا كتعرفوا شي طريقه باش كيتمسحوا بها الطبايع ديال هذا النوع ديال هذا الكوير هذا. بعد ما ساليت الجميع ديال الصالون دوزت هكذا غير واحد الشطابه على الارضيه انها كانت نقيه. من بعد هادشي دزت هكذا باش نصاوب شويه ديال البخور. هكذا كيعجبني تكون الدار فيها واحد الرائحه زكيه، وبالنسبه ليا ما كاينش محسن من العود. غير هو مؤخرا البنات شفت بعض الفيديوهات اللي كتقول بانه غير صحي وكذا. من الاحسن اننا نبخروا ونخرجوا من المكان اللي احنا فيه، لان اللي فهمت ان الضرر الكبير هو الاستنشاق ديال هذاك الدخان اللي كيطلع منه.
في الاثناء اللي كنت انا كنجمع الصالون، هنايا حماتي كانت طيبات الغداء. درت لنا هنايا اللحم بواحد الطريقه زوينه، كديروها كدا غير في الكوكوط مع شويه د الماء مليحه وكامل، كتخليه كيطيب كيجي بحال مبخر وكيجي فتي، كيجي زوين بزاف. وهنايا بطاطا بالشرموله صافي، وشليضه ديال بصله ومطيشه غير انا وياها اللي كاينين في الدار، الوليدات في المدرسه والزوج ديالي في العمل، وصافي هنايا تغدينا. تعجبني هاد الشطه هادي، كتعجبني ديال الفلفله بلديه، مطيشه مشويه وفلفله مشويه وبصله. بعد ما تغدينا وارتاحينا، الصراحه ولات عندنا واحد الجلسه زوينه دابا في الفصل الرابع، ولات الجريده عندنا تبارك الله مخضره كتجي غير تفرشي فيها وتجلسي. وداكشي اللي درنا نت هكذا كنوجد اتاي، وجدت اتاي شويه ديال الحليوه. انا دائما في الفصل الرابع كنحاول نغتنم هاد الفرصه هذه الزوينه، خصوصا حنا هنايا هاد الجهه يعني ما كيدومش عندنا بزاف فصل الربيع، لان دغيا كيسخن الحال، دغيا كتصفر الدنيا. لذلك كنحاول انني نغتنم هاد الفرصه هذه ونستافد من الطبيعه والهدوء ديالها. راه كيدخلهم وكيخرجوا عليه. لا خصهم يدخلوا بلاصتهم هنا حتى هادو هنايا. كله طلع في الطبله. شوف ايش قاعد شوف كيكون فوق الطبله. شوف فين دار، شوف هي سرقتها له. شتيها سرقتها لي. سير والله ما تاكل هذه الكوك.
عرفتوا ما شاء الله تبارك الله هنا في العروبيه شحال كنصبر كنقيل كنصبر، حيت الوليدات تبارك الله كيوسخوا بزاف، كيلعبوا بالتراب، كيطيحوا. دائما عندي زعما تصبين، وكنقول للبنات اللي دائما عايشين في الباديه ما تدمروش من هذا الشيء. قولوا الحمد لله اللي عطى ربي الوليداتنا الصحيحه باش يلعبوا ويوسخوا، وعطانا حنا الصحه باش ننظفوا لهم الملابس ديالهم. راه كاينين وليدات اللي مساكن ما قادرينش ينوضوا حيت مرضين، كيقولوا والديهم كون كانوا كينوضوا ويوسخوا حنا نصبنوا ليهم. كما قلت لكم دائما نحمد الله ونشوفوا الجانب الايجابي من كل حاجه في حياتنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي. كانوا بانوا لي هاد البربات هنايا وجدوا، ومشيت ناخذ غير بعض الحبات، بغيت ندير واحد العصير. وهادو عندنا يعني واحد الخضره اللي هي عضويه زوينه، ما فيها لا مبيدات لا حتى شي حاجه. هذه الشجره ديال الليمون تبارك الله دايره بزاف ديال الزهر، وتبارك الله كطيح الشتاء وكاين الريح كيبقى يطيح بزاف في الارض. هنايا خديت منها واحد شويه، شفت واحد الطريقه ديال كيفاش نديروا المقطر ديال الاعشاب وبغيت نجربها الصراحه وصدقات زوينه. هنايا واحد الطنجره، درت شويه ديال الماء، ماء معدني درت ديك الحبات ديال الزهر، درت واحد زلافه في الوسط وغطيت هذيك الطنجره بالغطاء مقلوب. هنايا فوق الغطاء كان خصني ندير الثلج، انا ما عنديش الثلج، وعندي هاد لابواط فيها هنايا البنان مجمد. اصلا انا غنحتاج البنان من بعد، جبتها هكذا وحطيتها على داك الغطاء. هذاك الغطاء اللي مقلوب كيبقى كيطلع هذاك البخار كيتجمع في الغطاء، من حيث هو مقلوب كيبقى كيقطر على الزلافه، يعني كيهبط على الراس ديال ديك الغطاء وكيبقى يقطر في الزلافه. بهذاك التبريد اللي كنديروا ليه من الفوق كنسرعوا هذه العمليه. وعرفتوا جا المقطر ديال ماء الزهر، هو انا كتعجبني الريحه ديال الماء الزهر بزاف. ما كيعجبنيش بزاف في الاكل، ولكن كنحماق عليه كمعطر طبيعي. الملابس، الدار، بزاف ديال الحاجات كيعجبني بزاف، مع انا فيا الحساسيه. فهذا المقطر هذا الماء الزهر كيعجبني بزاف، نستعملو كبديل طبيعي للمعطرات. هنايا خديت واحد الحبه ديال الباربه خضراء هكذاك، درت معها واحد البنانه ودرت معها شويه ديال الماء وصافي غادي نطحنهم. زدت معها التمر، ساعه المقطع ديال التمر ما تصورش ليا، كيجي زوين هذا العصير خصوصا من كيبرد. كيكون منعش بالنسبه لهذا الفصل اللي حنا فيه، هو مناسب جدا. وقدمت العصير ديالي هنايا مع واحد الكتيب لي هاد الايام راني كنقراه،
فهاد البلاصه زوينه بزاف. بالمناسبه بزاف ديال البنات كيسولوني على الانستغرام ديالي، انا غنخليه لكم في هذا الفيديو، كنشارك فيه مقاطع لي زوينه بزاف وعلى هاد الصور الجميله الرائعه وعلى هاد الورود. كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك ديالكم، الاشتراكات ديالكم، وكنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله. خليتكم على خير وبسلامه عليكم.